بدل ما احنا طالعين نشتم شويه في الامهات وشويه في الولاد، لا تعالوا بقى نفكر مع بعض بصوت عالي ايه الاجراءات اللي ممكن نعملها لو طلع عندي طفل سلوكياته فيها مشكله، من الناحيه اللي الميديا بتتكلم عليها اليومين دول، ان ممكن طفل بيتفرج على افلام نقط مش كويسه، فتصرفاته مع اخواته في البيت غير لائقه، فتصرفاته مع امه غير لائقه، نظراته لاهل بيته غير لائقه. ايه الحل؟ واحد، دكتور يشوف هرمون الطفل ده يا ترى هرموناته سليمه ولا لا، او البنت هرموناتها سليمه ولا لا. 2، اساسي كان لازم الطفل ده يلعب رياضه فانا هكمل. 3، من غير عقاب وضرب، انت كده كده هتعاقبي بس العقاب بالهدوء، نفهم بس الدنيا اولها واخرها. مين الصحاب اللي بيبعتوا له الفيديوهات اللي مش كويسه اللي على تليفونه اللي بتخليه مهايبر، اللي هو مش طبيعي؟ لان مفيش حد بيصحى من النوم مش طبيعي، يعني اكيد في حاجه، في مؤثر هو اللي اثر عليه خلاه بالشكل ده. فاشوف ايه المؤثرات اللي ضغطت على الطفل ده اللي هو طفلي، انا عايزه اعرف، مش افضحه، مش اطلع على الميديا اقول الحق وانا ابني كذا والحق وانا بنتي كذا، لا ده انا ما اقولش حتى الكلام ده مع نفسي. الام سطر وغطا وتعالج. طيب خدت ابني او بنتي وفهمت، هيلعبوا رياضه، هيقروا قران ويروحوا يحفظوا قران، ده هيغير من سلوكياتهم كتير. اعودهم على الصلاه، الوضوء، طول الوقت يتوضوا، طول الوقت زي ما بتكلم من 3 ل 4 مرات في اليوم، تغيير هدومهم الداخليه كامله. هتقولي ما بيحبش ياخد دش، انا قلت يغير هدومه الداخليه كامله. دايما اجيب له هدوم داخليه اقطان. هتقولي لي ايه ده انت عماله بتتعاملي معاها على انها حاله مرضيه، يعني بتتعاملي معاها بقوه. انا لازم اتعامل بقوه من كل الجوانب، لان انا انا مش دارسه. انا كأم، 1 اركز في موضوع الدين، 2 اركز في تربيته، مين اللي اثر على تربيته وبعت له حاجات تاثر عليه وتخليه يكون هايبر، حد مش طبيعي. طيب ايه كمان؟ سيبنا التربيه، كلمنا عن الدين، ترى انا مقصره في ايه في دينه؟ وانا ما باخدوش حفظ قران، حضر محاضرات، ركز كده في دينه وركز فيه وصلى، وبعد وعلى فكره بيصلي 5 صلوات، يعني كده كده هيبعد عن المعاصي، هيتوضى، كان لازم يبقى دايما طاهر، فغصب عنه في حاجات كتير هيوقفها. هيلعب رياضه، فالطاقه اللي عنده حتى لو حد بعت له او في مؤثر، الطاقه دي هتطلع لي في لعبه لبنت او لولد. يا ستي انا مش عايزاك بنتك تلعب لعبه، ما تخليش حد يمسكها، خليها تلعب رياضه تكون ما فيش حد يلمسها فيها، لو انت من الناس المتحفظين قوي، او انت حره كل واحد حر. نقلل تشغيل الافلام، من لما ابقى انا عارفه كأم الفيلم ده فيه مشهد مش كويس، انا لوحدي اوتوماتيك مش هشغل الفيديو، مش هشغل الفيلم اصلا من الاول، مش هقول لها غمى عينيكي بصي في الارض. ايه ده؟ خلاص هي شافت وما بصتش في الارض وهتشوفه لوحدها وهتعيد اللقطه دي على التليفون. لا اله الا الله. مش هقول اذا بليتم فاستتروا، بس انا هقول الام ستر وغطا، ولازم تعالج، تفكر في العلاج. فكروا في اللي بيدخلوا بيوتكم ويكرهوا مراتاتكم فيكم ويغيروا حياتكم 180 درجه. السلام عليكم.